لما ولادنا بيبنوا بلدنا، عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه، فيهم روح وعزيمة وتحدي. لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يبني بإيده يصنع، أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم ونتحدى ظروفك يلا، لازم تبقى ابن الجدعان، لازم تبقى ابن الجدعان، لازم تبقى ابن الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة زي ما عودناكم عندنا حلقة طويلة ومهمة مع جدعان بلدنا، ولكن خلوني قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أكلمكم عن حالة من العشوائية في أسواق بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية الخاصة بثرواتنا الداجنة والحيوانية والسمكية. احنا ببرنامج الجدعان كل يوم على طريق سفر، في قرية شكل، في مركز شكل، في محافظة شكل. والله لو نملك الضبطية القضائية لأغلقنا معظم محلات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية، لا تمتلك أي ضوابط في عملية البيع، ولا يوجد الرقابة المشددة التي ننتظرها من جهات الدولة المسؤولة عن حماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. خلي بالكم أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصدرت خلال الأشهر الست الماضية حوالي 6700 رخصة لتداول وبيع الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية. كل ده هيبقى في قرى مصر. أصبح العمل الرائج حاليا اللي بيحقق ملايين من الجنيهات هو فتح محل لا يتجاوز مترين في مترين وبيع الأدوية والمستحضرات البيطرية البيولوجية. كل ده على حساب ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. احنا محتاجين تفعيل القوانين ضد هذه المنشآت. احنا بنخسر ملايين الجنيهات بسبب هذه المستحضرات والأدوية التي تضر بكل ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. خلي بالكم هذه المنشآت في قرارات بغلقها، وسهل جدا نحن ننفذ هذه القرارات. ومرة تانية لو نملك في برنامج الجدعان الضبطية القضائية لأغلقنا معظم المنشآت اللي بنزورها في قرى مصر. إذن هي قضية غاية في الأهمية، إحكام الرقابة على كل المنشآت التي تبيع الأدوية والمستحضرات البيطرية البيولوجية، ده لحماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي لكل مواطن في مصر. دي قضية شديدة الأهمية. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يرصد في قرية الدلاتون مركز شبين الكوم بالمنوفية زراعة القلقاس بالنظم الحيوية لأول مرة وبنتائج مذهلة، حيث تضخمت الأشجار والأوراق والتي تمثل المصنع الذي يوفر الاحتياجات الغذائية للثمار في باطن الأرض، وهو ما يعطي مؤشرا على ارتفاع كميات المحصول ومضاعفتها وبجودة عالية. فريق الجدعان في مزرعة ألبان سامي أحمد حسن، وهو مزارع بسيط في بني سويف، نجح في الوصول بعدد قطيعه من الأبقار إلى 150 رأس حلاب هولشتاين، بخلاف الولدات الجديدة والعجلات العشار وتحت العشار وعجول التسمين، وهو يورد ألبانه يوميا والتي ينتجها في محلب آلي حديث إلى كبرى شركات تصنيع منتجات الألبان. دلوقتي هتزوروا معانا قرية الدلاتون، قرية عبد الرحمن الشرقاوي، واللي تصور فيها مشاهد عظيمة جدا من فيلم الأرض. هذه القرية تشتهر بزراعة القلقاس، ولكن القلقاس اللي زرناه المرة دي قلقاس مختلف تماما. ده قلقاس حيوي وإنتاجيته هتوصل من 30 ل 35 طن في الفدان الواحد. خليكم معانا. اللي قدام حضراتكم ده زرعة القلقاس العجيب، ما يتهيأليش حد ما بيحبوش، وخصوصا لما بيكون بالمواصفات اللي هتعرفوها دلوقتي. أولا مزروع حيوي، يعني من غير كيماوي ولا مبيدات، وثانيا الحباية الواحدة بيطلعوها من 3 ل 4 كيلو جرام، وثالثا بيبقى طعمها سكر.
لأنها مزروعة في بلد القلقاس الدلاتون بشبين الكوم في المنوفية. دي أهم زراعة عندهم. بجد قلقاس الدلاتون الحيوي عجيب، ورقه ضعفين أي ورقة تاني جنبه مباشرة من ورق القلقاس، وده معناه إنه هينتج ثمرة محترمة، لأن الورق هو اللي بيصب النشا اللي بيعمل حجم الثمرة تحت الأرض. كمان هناك في قرية الدلاتون معلمين في زراعة القلقاس وإنتاج التقاوي بنفسهم بعد تخريط عيون القلقاس وإعادة زراعتها. وفي التجربة الجديدة بالنوفا بلس الحيوي حملوا عليه طماطم وذرة وكله نجح. وكمان كل المؤشرات بتقول إن إنتاجية الفدان مش هتقل عن 30 طن. تخيلوا. اللي بنصور في أرضه هو الحاج محمد عطية، وده راجل عظمة وما يعرفش في حياته غير شغله في التربية والتعليم لغاية لما طلع على المعاش، والفدانين اللي حلته المزروعين بالقلقاس، وبيمسك منهم ما شاء الله فلوس كويسة. وهو راجل طيب وابن أصول وعنده معلومات رهيبة عن القلقاس وفوائده الصحية وطريقة زراعته. ركزوا معاه وضحكوا من قلبكم على خفة دمه وضحكته الصافية اللي تشرح القلب. احنا موجودين هنا عشان نتفرج على قلقاس حيوي. قلقاس المفروض ان هو نتمنى ان احنا نعمله في مصر كلها. القلقاس اولا منشأه وموطنه الاصلي بلاد الهند وجنوب شرق اسيا. تمام. مصر ترتيبها للاسف ترتيبها السادس عالميا في زراعه القلقاس. ان شاء الله نبقى طيب. الاول قريب عشان ما نقولش للاسف الاول التاني. مين بقى؟ الصين، نيجيريا، ساحل العاج، غينيا الجديده ودول اخرى. تمام. فمصر ترتيبها تقريبا السادس. بس انتوا هنا المعلمين بتوعنا. احنا اساس القلقاس. نشهد بكده. احنا اساس القلقاس. والقلقاس له اسماء وعديد وانواع منه الامريكي وغيره، لكن اجود انواع القلقاس عالميا القلقاس المصري. لا الطعم. والطعم ده احنا لسه ما اتكلمناش في الطعم. حضرتك بالدراسات، وانا ما بتكلمش كلام، اللي عايز يتابع الكلام بتاعي ده يتابعه مطرح ما يعجبه. بالدراسات اثبت ان القلقاس غني بفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج، وايضا يحتوي على مجموعه كبيره من المعادن زي المنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور وخلافه. الناس اللي خايفه من كورونا وبياكلوا قلقاس عشان تقويه جهاز المناعه، وزرع ببلاش. القلقاس له طرق كثيره جدا للطهي. هي جديد عليا حته الشوي اللي لا، القلقاس يؤكل مشوي ويؤكل مسلوق ويؤكل بالخضره ويؤكل بالطماطم. خلي بالكم الحاج محمد عطية كل زراعته حيوية، وبقاله 2 سنين أرضه ما هوبش ناحيتها كيماوي. زرع البرسيم والذرة والطماطم والبطاطس والبطاطا وطبعا القلقاس، وكله حيوي. والغريب إن جاره اللي زارع قلقاس برضه كان رافض فكرة الحيوي، لكن مية الري في أرض الحاج محمد عطية نشعت في جزء من أرض جاره، فطلع فيها القلقاس العجيب. وطبعا جاره لما شاف بقى هيتجنن ويعرف ده حصل ازاي. طيب انا جاي لك ورازعين مشوار كبير عشان نيجي نسمع منك انت زرعت القلقاس ده ازاي بالاحجام دي والورقه بتاعت الفيل. ده مش فيل، ده ديناصور. اقول لي ساعات. اولا انا جربت النوفا بلس اللي هو السماد الحيوي في زراعات قبل القلقاس. تمام. زي البرسيم وزي الطماطم وزي الذره. تمام. وجدت له نتائج مبهره في البرسيم. تمام. وجدت نتائج مبهره في الطماطم. انا كنت عامل طماطم كان عندي. طب تقول لي عمل ايه في الطماطم؟ هقول لك اولا الطماطم كان الحجم كويس، صلابه الثمره، الطعم كفايه ان انت بتاخد طماطم اورجانيك بتاكلها نظيفه خاليه من جميع الكيماويات حرصا على بيتك واولادك. والبرسيم زي الفل، بيزود نسبه البروتين في البرسيم، كميه البرسيم بعدد حشات البرسيم، في حاجات ومميزات كثيره جدا للفلاحين يفهموا بقى ويعرفهم ان النوفا بلس ده مفيد وسمات حيوي. والميزه اللي فيه ان انت بتوفر فلوسك، بتزود محصولك وانتاجك وتوفر فلوسك. انا عندي 64 سنه، ال 64 سنه على ما وعيت على الدنيا، والقلقاس بتاعنا كان بيزرع بالطريقه التقليديه بالكيماوي والسماد البلدي. كام شكاره كيماوي؟ يعني في الوقت الحالي الفدان بياخد من 15 ل 20 شكاره كيماوي. يعني بيكلفك كام الفدان؟ الفدان ما يقلش عن 4-5000 جنيه اسمده في فتره القلقاس. السنه دي عملنا ايه؟ السنه دي اشتغلنا بالحيوي. انا جيت ازرع القلقاس، جبت جيركن نوفا بلس ده حطيته للفدان في ريه الزراعه. تمام. وبعد ريتين حطيت كمان جيركن، وبعد يعني القصه كلها بتتراوح في حوالي 80 لتر، يعني 4 جراكن نوفا بلس. الشغله دي كلها في الفدان على مدى السنه بالكامل. على مدى السنه. بس ده لازم يكون الارض متسمده سماد عضوي.
عشان كده زرعت برسيم قبلها؟ زرعت برسيم وحردت البرسيم في الارض ونزلت للفدان 12 مقطوره سباق، يعني حوالي 50 متر سباق بلدي. وطبعا معمولين معامل حراريا طبعا. كمان معمولين ايه؟ متعالجين. تمام. متعالجين. تمام. بالنوفا بلس كمرناهم من 25 ل 30 يوم وبعد كده نزلنا السباق. تمام. واخد بال حضرتك؟ احنا كان عندنا في الولاس العادي الراجل اللي عنتيل في الولاس بيجيب له من 15 ل 18 طن ولاس، العنتيل 15 ل 18 طن ولاس الفدان. الفدان اللي هو 18 قيراط. اللي هو 18 قيراط، اللي هو الفدان بينباع، الفدان 24 قيراط بينباع ولاس 18 قيراط. كان بيجيب له حوالي القيراط يعني تحط له معدل متوسط طن. النهارده بالنوفا بلس ده ان شاء الله هيعدي ال 2 طن القيراط، هيوصل الفدان ان شاء الله من 30 ل 35 طن. استريح ان شاء الله باذن ربنا يعني. الله اكبر. كام الطن بقى النهارده؟ الطن النهارده في الاسعار متدنيه شويه لان القياس لسه لحد دلوقتي ما رباش قرمه فما بيوزنش، يعني القيراط القياس النهارده لما يطلع النهارده على الوضع اللي هو فيه ده يطلع من 500 ل 600 كيلو القياس. لسه عندنا القياس بيبتدي يصب الثمر بتاعه ابتداء من شهر 11 و12 يصب. انت جنبك الناس كلها زرع قلقاس. نعم. ومحصولك فارق. نعم. يعني باين قوي. حضرتك القلقاس اللي جنب ده مزروع قبل بشهرين، ده زرع 10 2، انا زرع 10 4 اللي هو جنب ده. انت معديه. امال ايه؟ واللي هناك نفس القصه، في العقل التاني نفس القصه. طيب الناس بدات تسالك ايه ده من غير ما يسالوني، عرفوا، هم عرفوا. انا كل شويه شايل الجيركن في العربيه وجاي وفي السماده وفاتح وشغال. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ بتحط ايه؟ ما احنا ناس بقى في منافسه والناس فلاحين، انت عارف فلاحين. لا هنساعد بعض. كل واحد بقى لا، ما كل واحد عايز يعرف انت بتعمل ايه. ايه اللي خلى ولقاسك عمل كده؟ حل لي بقى على ما تبقى تشوف الناس. لكن السنه دي لما يشوف الانتاج ويشوف المحصول وشاف الزرع وباين وفارق هيعرف دلوقتي ان في حد. اي السنه الجايه هتلاقي كل بيقول لك انا عايز ازرع بالسماد الحي اللي هو النوفا بلس. تعالوا بقى نقابل الدكتور محمد فتحي سالم، رئيس مركز الزراعه الحيويه بجامعه السادات، واللي ابتكر هو وفريقه العلمي المركب السمادي النوفا بلس العضوي ومبيد النوفاكي العضوي لمكافحه الافات النباتيه، واللي بيلف مصر كلها عشان يعلم الناس يعني ايه زراعه حيويه. عايز افهم منك اشمعنى الولاس بالذات، ودي بلدك في المنوفيه اللي قررت انت لازم تتزرع بالشكل ده والنتائج تبقى بالشكل ده. بحييك انت وفريق جدعان على مجهودكم معانا المتواصل. احنا بنتحرك على مستوى الجمهوريه، وخلينا النهارده وانا بكلمك بنتكلم على محافظه المنوفيه. احنا من اكبر المحافظات اللي فيها مساحه قلقاس منزرعه. المساحات اللي في مصر منزرعه اكوردنج الارقام اللي منشوره من وزاره الزراعه من القطاع الاقتصادي من 6000 ل 6200. سنه 2000 تحديدا كان لا يتجاوز 5000 فدان. تمام. النهارده احنا داخلين على ما يقرب من 8000 فدان. طيب وضع القلقاس ايه حالا دلوقتي؟ طب ليه مع انه زراعه مربحه يعني؟ يعني لما الفدان يعمل 150,000 جنيه ده حاجه فلوس كويسه. له خبره في الزراعه، له خبره في الزراعه. يعني ايه له خبره في الزراعه؟ ادي حضرتك مثال، مثلا فدان القلقاس محتاج ما يقرب من حوالي طن اسمده كيماويه. هل بالاسمده الكيماويه دي مصر قادره انها تصدر طن قلقاس للخارج؟ لا. صحيح. شوف بقى المشكله اللي احنا صحيح. مطابقات اسمده كيماويه. الاسمده اللي الفلاحين بيضيفوها في القلقاس للاسف يوريا كمان، فبالتالي ممنوع تصديره. ده الايشو الكبير في مصر. ليه بقول لحضرتك انا مهتم بزراعه عضويه في القلقاس؟ الوضع الحالي دلوقتي الفدان من متوسط الانتاجيه من 16 ل 22 طن الفدان. الفلاح العادي يجيب 16 طن، الشاطر يجيب 22. الفلاح الشاطر قوي 22 طن. ده الرقم دلوقتي. ده الكيماوي اللي بيصرف ما يقرب من 5-6000 جنيه اسمده. القلقاس بيقعد في الارض 10 شهور. هل ممكن احنا نعمل بمفاهيم الزراعه العضويه نخلي الفلاح ده اللي بيزرع قلقاس ابا عن جدا اورجانيك يعرف يجيب ما يقرب من حوالي افريج كده 30 طن 32 طن؟ بمعنى انا عايز اوصل مثلا وليكن مثلا القراط لو بجيب 800 كيلو الطن، انا عندي طموح دلوقتي ان احنا بنعمله مع المزارعين. دي خطوه اللي بنعملها السنه دي، ان احنا نخلي القراط ما يقرب من 3 طن. سعر طن القلقاس وقتها يعدي 300,000 جنيه. فالفلاح ده يعدي يؤمن بفكرك. ليه بقى؟ ليه يعدي 300,000 جنيه؟ لان طن القلقاس في مصر بيتراوح من 5000 ل 8000 جنيه. سعر طن القلقاس ادنى الاسعار 5 جنيه. يعني الطن ب 5000. اعلى الاسعار كانت السنه اللي فاتت كانت ب 8000 جنيه. تمام. فخلينا ندي متوسط اللي هو الادنى اللي هو 5000 جنيه. اما اقول لحضرتك 5000 جنيه في متوسط 50 طن، الراجل ده بيتكلم في 250. طب لو كان في 6 جنيه 300,000 على طول. لا فيش فدان زراعه في مصر يا محمد بيفيد المنوفيه، بكلمك على المنوفيه، يجيب 100,000 جنيه. فالمزارع دايما يعمل 300. ضمننا انا سميت الحاج محمد عطيه، انا مصر ان احنا نعمل في كل قريه فلاح نموذجي. ده راجل تربوي متعلم
الناس شايفينه وعنده المعلومه سلسه ويعرف يقولها. شاطر جدا ويطبق. اما جينا نوصل هو شايف ان الانتاجيه هتتعدى 2 طن الايراد، امن بفكره. دلوقتي احنا قبل موسم الحصاد بحوالي 4 شهور، بس ليك عليك تتخيل. انا هديك نموذج عملي كده. دي قلقاسه من اللي هي موجود، دي هنا موجوده. ده القلقاس اللي احنا المفروض متقشره، بنسمي النبات ده الالس بتاع هتمسكها لك انا القلقاس. بنسمي النبات ده الالس بتاع القلقاس. بنحكم على دي، نقول والله دي تدي حجم الكورمه دي قد ايه. ده بنسميه جذر. بس هو جذر ضرني موجود زي اعتبره بطاطس. بس الجذر ده منوط ان احنا في حوالي 4 شهور مصنع الورق ده يخلي الكورمه دي تعدي ال 4 ل 5 كيلو. فاحنا من دلوقتي مرحله صب لمصنع الورق اللي انت حضرتك شايفه ده، يصب في الكورمات دي وتبتدي تتكون الكورمه دي. نيجي احنا نشيلها من اخر ديسمبر لغايه نص فبراير. لما نقطع الراس دي على طول يطلع لنا الراس الكبير. انا هوري حضرتك نموذج للقلقاسه اللي موجوده هنا محصوده. هوري حضرتك نموذج للقلقاسه موجوده دلوقتي حالا. دي قلقاسه يا محمد بيه، المفروض ان دي مصدر التقوي بتاعتنا، بس ده شكل القلقاس. بس تبقى القلقاسه دي 4 ل 5 كيلو. خد بال حضرتك 4 5 كيلو. دي من السنه اللي فاتت القلقاسه دي، صح؟ دي قلقاسه من السنه اللي فاتت صغيره تقاوي. دي اللي بنزرع منها تقاوي القلقاسه. زرعت لوحدها كده يعني محفوظه زرعت كده. ده بنسمي احنا فم القلقاس او البرعم القم يعني. بس البراعم اللي حضرتك شايفها دي بنقطع عينها منها والعيون ونزرع من دي 6 نباتات. يعني دي تعمل 6 اللي هي حضرتك البراعم اللي شايفها دي. يا دكتور عايزها؟ لا خلاص شيلها تقيل. انا عارف. انا اسف اتفضل. انا اسف. تمام. فاما اجي اقول لحضرتك احنا ليه مهتمين بمحصول القلقاس؟ لانه محصول اقتصادي كبير جدا. وانا اشوف ان مصر لو مهتميه بالمحاصيل اللي اوروبا عايزاها. اما تخيل ان حضرتك مصر فيها مساحه 9 مليون فدان، والمساحه المنزرعه من القلقاس لا تتجاوز 7 8 فدان. صحيح. رقم ضخم جدا. يعني معنى كده عندنا يعني ايه قوه شديده جدا لو زرعناه. ايوه سواء في التصدير او السوق المحلي. بس جدا. انا جالي وفد استرالي في 2008. قالوا لي وقتها هل ممكن احنا عايزين نزور قريه اسمها قريه شنوان وقريه دلاتون. يعني الاستراليين جايين من بره، هو بيتكلم ان انا عايز ازور قريه دلاتون. فبقول له ليه؟ قال لي لان فيهم احسن صنفين قلقاس في العالم. تخيل الصنف اللي مشهور في مصر في القلقاس صنف اسمه ابو جاموس اللي انت حضرتك هتشوفه ده. ان حجم الراس كبيره زي راس الجاموس، حتى متسمي في التكست بوك ابو جاموس. يا سلام والله. الاسم العلمي عشان تبقى عارفه للقلقاس اسمه الطارو. وتاني حاجه ده يعتبر من مصادر الكربوهيدرات العاليه جدا لمحاصيل الجذور الدرانيه. طيب ارجع مع حضرتك مثال. لو احنا جبنا كيلو قلقاس ونعرف شوف قيمته الغذائيه، كل 100 جرام في ما يقرب من 562 كيلو جول طاقه. كيلو وحده طاقه. وحده طاقه اللي هي تنقاس بالكيلو، اعتبرها كيلو كالوري. بس تعالى وانا جاي بكلمك بقى ايه اللي يهمنا هنا في زراعه عضويه. انا عايز من احنا من الاسمده الحيويه اللي حضرتك شفتها دي، انا عايز ان القلقاس ده لو ضعفنا انتاجيته فالفلاحين يقبلوا عليه. يعني تخيل لو الحاج محمد عطيه ربنا كرمه من 50 ل 55 طن، يعني ما ياكل بس 2.5 طن للايراد، يبقى هو كأن غيره بيجيب 800 كيلو وهو جايب 3 اضعاف جيرانه. اتخيل ان الدلاتون كلها السنه الجايه بتتكلم في كده. هيقلدوا الراجل ده ويبقى هو كي فارمر معروف كبير. مش السعر يقع؟ لا السعر ما يقعش، انه هو عليه طلب كبير. ما انا جاي لك انا اهو. القلقاس بيتصدر، احنا الدوله الوحيده بتصدر قلقاس لاستراليا. الاستراليين يتمنوا القلقاس المصري. ما انا ليه بقول لحضرتك لازم نقابل الدكتور احمد بيه بتاع الشركه. الدكتور احمد عبد الحي. احمد عبد الحي ليه لازم نقابله؟ الراجل ده عنده شركه وعارف يفتح اسواق، وانا احط ايدي في ايده هديله مواصفه تصديريه للقلقاس، وهجيب له الشركات اللي بتتكلم عنه في استراليا اللي عايزينه. بكره ارتب لكم المعهد. يا ريت والله. انا مبسوط من عند حضرتك في البرنامج جدعان ان في ناس كتير ممكن تعمل تحالف ويبقى عندهم نشوف بعض يا دكتور. دي اهم حاجه بدل ما يشوفوا جزر منعزله. خدتوا بالكم من الارقام؟ فدان القلقاس بالكيماوي بياخد 20 شكاره يوريا، ثمنها يعدي ال 4000 جنيه، ويا دوبك الجمعيه بتصرف 6 شكاير، والباقي الفلاح بيتصرف فيها من التجار. لكن بالحيوي هم 80 لتر نوفا بلس بتتروي بيهم الارض في ميه الري، وتكلفتهم يا دوبك 1000 ولا 1200 جنيه وخلص الموضوع. وما شاء الله الانتاج هيعدي باذن الله 30 طن. الورقه دي جت ازاي بالحجم ده؟ سؤال حلو يعني هل ده طبيعي ده؟ لا خالص. طب يعني ده نوفا بلس؟ ده نوفا بلس. انت لو سالت الحاج يعني؟ محمد عطيه، اما انا جاي لحضرتك اهو. بندرس يا محمد بيه كل محصول احتياجاته السماديه ايه. دي فعل حاجه اسمها اندوفايت بكتيريا. يعني ايه اندوفايت بكتيريا؟ الساق اللي انت حضرتك شايفها دي اللي احنا قطعنا الساق اللي قلنا عليها الالس دي، لازم الساق ده يكون غض جدا ما ينكسرش، والورقه دي بالحجم كبير لان الورقه دي منوط المصنع اللي بيصب لي
الستارش او حجم النشا، الثمرة طبعا. حجم الثمره الكبيره حضرتك شايفها دي. لو انت شفت الاراضي اللي مزروعه كيماوي الورقه يتعدى نص الحجم ده. صحيح. تمام. فالجزء ده منوط منه ايه؟ ان يعمل لي كلوروفيل، يعمل تمثيل ضوئي، فوتوسينثيز عالي، وعندي كلوروفيل اي وبي، وده اعلى معامل لتحويل الستارش للنشا تصب في الراس تحت. مرحله الصب بتبتدي من دلوقتي، بنقعد 4 شهور نصب. يعني 4 شهور نصب، يعني الحاج محمد يقطع ده في نص يناير. بدايه الصب في القلاس من شهر سبتمبر اول 9. يفضل النبات ده يصب الطاقه ينزل الشمسيه نشا في الثمره تحت، في الثمره تصب. ونيجي في اخر هتلاقي الورق ده كله مع بدايه الحصاد، قبل الحصاد بحوالي 25 يوم الورق ده كله بيتلاشى، ويبقى انا خلاص اقلع بس انت تقلع بس الراس زي بس تبقى كبيره بقى جدا. راس 4 ل 5 كيلو. على فكرة قبل ما نسيب قرية الدلاتون ورونا نبات منتشر في الترع، مش ورد النيل لكن أصعب منه، وبيغطي الترع بكثافة مرعبة، ومحدش عارف حتى اسمه أو أسباب انتشاره، وعلى الحال ده من 2 سنين. وطبعا بنخسر كميات مهولة من المية بسبب النبات الشيطاني اللي قدام حضراتكم. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في مزرعة ألبان سامي أحمد حسن، وهو مزارع بسيط في بني سويف، نجح في الوصول بعدد قطيعه من الأبقار إلى 150 رأس حلاب هولشتاين، بخلاف الولدات الجديدة والعجلات العشار وتحت العشار وعجول التسمين. وهو يورد ألبانه يوميا والتي ينتجها في محلب آلي حديث إلى كبرى شركات تصنيع منتجات الألبان. دلوقتي هتزوروا معانا محافظة بني سويف، هنروح مزرعة الخيرات لإنتاج الألبان. صاحبها مزارع بسيط جدا اسمه سامي أحمد حسن. هذا الرجل بدأ حياته ببقرتين بلدي كانوا بينتجوا من 6 ل 7 كيلو لبن في اليوم الواحد. النهاردة البقر اللي بيمتلكه في مزرعته كله هولشتاين وبينتج 40 كيلو في اليوم الواحد. خليكم معانا. اللي قدام حضراتكم ده مزارع بسيط جدا من محافظة بني سويف، 40 سنة قضاها من عمره في الزراعة وتسمين المواشي وإنتاج الألبان، لكنه طموح وذكي وعارف بيحط قرشه فين وإزاي يقعد جنبه لغاية ما يخليه قرشين و3. اسمه سامي أحمد حسن، وعنده مزرعة أبقار حلابة هولشتاين على طريق أسيوط الغربي، فيها حوالي 250 راس، 150 حلاب، والباقي عشار وتربية إناث وعجول تسمين. وطبعاً في مزرعته بيشتغل كأي عامل، يخلط العلف ويلف على البقر يومياً ويتابع الولدات وبرامج التحصين والعلاج والوقاية، ويلقح العجلات الصناعي ويسوق المكسر ويحلب اللبن، وكل ده بيعمله عينه في وسط راسه وحواليه 22 عامل. أصل دي أرواح تعتني بيها هتحافظ على قرشك. وعلى فكرة متوسط إنتاج الألبان من البقرة الواحدة في مزرعة عم سامي أحمد حسن، الله أكبر، 40 لتر في الشتاء، ومش بيقل عن 30 لتر في الصيف. وبالمناسبة وإحنا في مزرعة عم سامي أحمد حسن كان معانا الدكتور محمد عاطف، المدير التنفيذي لمصنع ميلك دايموند، وده أول مصنع مصري لتصنيع وتركيب خطوط الحلب الآلي بالشراكة مع إيطاليا، وكان بيشرف على المحلب الخاص بالمزرعة. هو محلب إلكتروني وعنده حلول وأفكار كتيرة للنهوض بإنتاج الألبان في مصر. تعالوا في البداية نقابل عم سامي أحمد حسن، 53 سنة، واللي عايش حياته كلها في المزرعة، ولما بيتعب بيمدد شوية في العصاري، وطبعاً دي أحلى نومة، وخصوصاً لو البال رايق. أنا عايز أسمع حكايتك، أنت راجل معلم في الشغلانة، احكي لنا حكايتك مع اللبن من أول ما كان بقرتين، فاكر؟ تقريبا فاكر. 83 احكي لي. ايوه 83 طبعا كان عندنا واحنا صغيرين، والدي توفى من حوالي فترة طويلة، سابني وانا 6 سنين. فات اخويا كان لسه والدتي حامل فيه 8 شهور او 7 شهور.
اتوفى، واخويا الحاج عبد المنعم طبعا طلع كان في مصلحة الصلب، قضى فترة فيها، وبعد 5 سنين طلع السعودية، بعت لنا فلوس ودورنا الشغل، جبنا بهايم من بره من السوق ورحنا للسواق ودخلنا في علف كان كل ده بقر بلدي مش كده؟ بقر بلدي لغاية 2012. 2012 كان عندك كام بقرة؟ ما كانش عندي بقى البهايم البلدي اللي هي 25 بقرة اللي هم انا طلعت بيهم من 83 لحد 2012. تمام. وصلت لحد 25 بقرة بلدي. كان تسمين ولا لبن؟ لا ده لبن. تسمين منهم فيهم وصل ل 40، اوصل ل 30 اشتري شويه من بره تسمين، ازود التسمين. بدأنا نعلف نجيب خلطات وكده ونبيع ونشتري. بدأنا نزرع طماطم ونزرع قطن ونزرع ده وده وده وده. كنت مأجر أراضي كمان حواليك؟ أجر أراضي جنبية، وبدأت أجيب مكنة ري، أجيب عربية. بدأنا نتحسن لحد 2012، فبدأنا نتأثر من الحمى القلعية، ضربتنا. نتعلم منها. ده 2 مليون ونص والله. مزرعة عم سامي أحمد حسن مساحتها 15 فدان، ويومياً فيها 3 مواعيد لحلب البقر، 9 الصبح و5 بعد العصر وواحدة بعد منتصف الليل، وده من خلال 2 محلب. الأول كمبيوتر وده المحلب الرئيسي، وتكلفته بدون الشاسيه 750 ألف جنيه، والتاني محلب عادي خلاها احتياطي، والاتنين طاقتهم 32 نقطة حلب. وبالمناسبة بدأ الحلب بنقطة واحدة، وكانت جهاز حلب كاريلو متحرك. الراجل ده قصة كفاح كبيرة. كم راس راحت منك وقتها؟ يعني 80 عجل دول راحوا خالص. ب2.5 مليون. طبعا اتعلمنا من الواقعة اللي هي اللي حسنا بيه. درس جديد شوية. ايوه احنا حسنا بالمشكلة، بدأنا نتعلم بقى. نسأل ده بيجي منين، ده بيجي منين، انت محصن ازاي. جبنا دكتور غير الدكتور اللي كان معانا. يعني 2012 كانت سنة تحول أو سنة فارقة. بالظبط كده. 13 و14 و15 بدأنا ايه؟ نعلى شوي. علينا شوي. بدأنا 2016 ندور على مكان أوسع شوي. اللي هو ده. جينا هنا طبعا بنحسن من التوقيح من السيمن، نختار عجل كويس، جيناته كويسة، درعه كويس، الأم درعها كويس، اسكورها حلو، لبنها عالي. بدأنا نحسن العجلات اللي هي عندنا دي بنفس المواصفات. طب انت قلت لي ان انا في الشتاء بوصل لغايه 40 41 كيلو لبن، صح؟ الله اكبر. يعني 40 41 لتر. وفي الصيف بننزل لغايه 30 يعني 30 29 31 بالظبط كده، على حسب الولاده. دي ارقام حلوه قوي. الله اكبر عليك. الحمد لله. طيب ليه عندك 2 محلب وفرق معاك المحلب الآلي ده؟ والله هو فرق من ناحيه ان انا ارتحت من ان انا بكتب البقره جابت كام وما جابتش كام. ده اجيب لك الشياع واجيب لك اللي يبين لك كل حاجه في البقره وحالتها المرضيه كانت ما كانتش، ما اشترتش، عدد حلباتها كام لتر بتنتجه، كل حاجه حركتها كلها هجيبها لك سنتي في سنتي. عم سامي أحمد حسن قاعد في المزرعة عشان يتعلم، يعني مفيش حد بيدخل سواء دكتور أو خبير تغذية أو حتى عامل إلا لما بيتعلم منه، وبعد لما بيمشي بيقوم يعيد اللي عمله. وكمان خد دورة في معهد تناسليات الهرم، وبقى متخصص في التلقيح الاصطناعي. هتعمل ايه تاني؟ ناوي تكبر القطيع بتاعك؟ يعني انا شايف القطيع هنا، المزرعه هنا ممكن تشيل لغايه 600 700 راس. لا يا اخرها 400 450. 400 450. لا يعني عدد قطيعك ممكن يبقى 700. لا ما هيبقى مزنوق. ما عشان تحلب من 400 اكيد يبقى عندك برضه في تسمين جنبه. قول 300 مثلا و200 مثلا توابع جنبيها. مش ناوي تعمل لك وحده تصنيع هنا؟ ما احنا نعمل ان شاء الله في الفتره الجايه دي، هنفكر نعمل. يعني اللي يقول لك مش عايز اللبن ندخل تصنيع ده على طول ان شاء الله، وهنبقى احسن مصنع كمان. هيبقى مصنع كويس، شويه جبن على سمنه على حاجات، وهيبقى عندنا عربيه توزيع، وهيبقى عندنا خط سير بمندوب بمهندس مسؤول عن الحاجات دي ان شاء الله. دلوقتي تعالوا نقابل الدكتور محمد عاطف، المدير التنفيذي لمصنع ميلك دايموند، أول مصنع وطني لتصنيع وتركيب خطوط الحلب الآلي بالشراكة مع إيطاليا. هو بالمناسبة طبيب بيطري وعنده إصرار على تطوير نظم جمع وحفظ الألبان في مصر، وبيلف العالم عشان يزور أحدث مصانع معدات الحلب سواء للأبقار أو الماعز، ونفذ حوالي 12 محلب آلي في أفريقيا. عايز أتعرف منك على أحدث النظم في العالم لتجميع الألبان، وخصوصا من عند صغار المربين. احنا عندنا في شركة ميلك دايموند احنا بدأنا في 2015. الحمد لله يعني بنحاول نقدم حلول متكاملة لتطوير مزارع الألبان من صغار المربيين لحد المزارع الكبيرة المتوسطة والكبيرة.
في عندنا الحمد لله من أنظمة مختلفة في المحالب العادية، محالب المتنقلة لصغار المربين اللي عنده 5 روس أو 10 روس، محالب كمبيوتر. محلب لواحد عنده 5 روس؟ في محالب متنقلة يقدر بيحلب اوتوماتيك زيه زي المزرعة الكبيرة، يضمن اللبن بتاعه نازل بجودة كويسة، مفيش ايد لمسته، بينزل في القسط ويقدر ان هو عنده مبرد صغير 150 لتر ينقل فيه بعد يحط كده فيه اللبن على طول، بحيث يبقى اللبن بيتبرد على طول، ما يبقاش فيه فرصة لبكتيريا تنمو او حموضة بتاعت اللبن تتغير او يحصل اي مشاكل من المشاكل. يعني بداية من 4 رؤوس او 3 رؤوس عندنا حلول نقدر نقدم لهم حلول وتبقى في نفس الوقت بتكلفة منخفضة، بحيث ان هو اللي هو الكاريلا يقدر. الكاريلو الحلبة النقالي اسمه كاريلو مش كاريلا. كاريلو دي كلمة ايطالي يعني. اللي هي الحلبة النقالي. تقدر تحلب بقرة واحدة، تقدر تحلب بقرتين مع بعض. يبقى ملحق بها مبرد صغير 150 لتر يخزن فيه اللبن بتاعه، بحيث ان يوميا مثلا كل يوم هو بيورد اللبن بتاعه لمركز تجميع. تكلفته عالية؟ التكلفة بتاعته في المتناول، بس هو بيحسبها انا دلوقتي هدفع يعني بتتراوح الاسعار من 8.5 10 لحد او ماكسيمم هتلاقيها 13 في الحدود دي. يعني مطلوب فعلا ان احنا الحاجات دي تبقى بالقسط للصغار المربين، صح كده؟ هتسهل عليهم العمليه عشان بداية شويه، اللبن نفسه تبقى سليمه. وهتشجعهم. بس اهم من ان انا اوفر له حلابه صغيره يحلب بيها، ان انا اوفر له حاجه كويسه اقدر اشتري منه اللبن بسعر كويس. هو دلوقتي انا لو وفرت له محلب كمبيوتر، احسن محلب في الدنيا، بس هو في الاخر مش عارف يبيع اللبن بتاعه او مش عارف ينتجه بجوده كويسه، انا ما عملتلوش حاجه، انا كده يعني حملت عليه عبء اكتر. انا لو جودت اللبن المصانع هتاخده والسعر حلو، بس لازم برضو يبقى منظومه متكامله، هي زي سبلاي تشين كامله، سلسله كامله، ان انا ابقى في هو المزارع مثلا، انا اقول مثلا كل قريه فيها مثلا 100 راس، هعمل لهم مركز تجميع صغير جنبهم يلم. احنا بنتكلم مثلا 100 راس دول ممكن يبقى بيلم يوميا، هنقول افريج من 1.5 طن ل 2 طن 3 طن على حسب انتاجيات البقر. في حاليا ان شاء الله سيستم شغالين عليه، ده يقدر مثلا احنا يبقى فيه هب في كل محافظه او في كل مركز. الهب دوت او مركز تجميع الالبان الكبير ده مرتبط بيه مراكز تجميع صغيره متفرقه في القرى. ده مين اللي بينفذ المشروع ده؟ احنا شغالين عليه دلوقتي. يعني قطاع خاص ولا دوله؟ عشان الدوله اصلا بتنفذ الكلام ده. المفروض هنا القطاع الخاص مهما كان مش هيقدر يغطي الحجم الكبير اللي الدوله كلها شغاله عليه، فاحنا نتمنى يبقى في تعاون مع وزارة الزراعة والإنتاج الحيواني في الوزارة، إن إحنا نقدر نشوف طريقة أو حل نقدر نوصل بيه إن إحنا نفيد البلد وتتطور بالنسبة لإهدار 4 مليون طن لبن سنوياً اللي بيحصل فيه مشاكل. نفسي بدل ما نقول كاريلو إيطالي نقول أي اسم مصري، يبقى الحاجات دي تتصنع في مصر. معقولة مش عارفين نصنع حلاب يحلب بقرة ولا 2؟ احنا يعني هو في كومبوننتس اجزاء مش هتبقى صعبه ان احنا تتصنع دلوقتي في الوقت الحالي، عايزه مثلا معدات متطوره شويه، وبرضو السوق لسه مش اللي هو يقدر يستوعب انتاج كبير بتاع مصنع يقدر يصنع مثلا جزئيه واحده، لان هنقول المحلب زيه زي مثلا العربيات، زيه زي الطيارات، في اجزاء كتير جدا، فما فيش شركه تقدر تصنع الاجزاء دي كلها. احنا الحمد لله من اخر السنه اللي فاتت في اول السنه دي بدانا ان احنا الاجزاء اللي نقدر نصنعها هنا في مصر ابتدينا نشتغل عليها. وانتوا المصنع الوحيد اللي في مصر اللي بيصنع اجزاء في المحالب؟ والله لحد علمي احنا الحمد لله يعني في الاجزاء اللي ابتدينا نصنعها فيها احنا ابتدينا الحمد لله اول ناس كان لنا السبق ان احنا نبتدي في الحاجه دي. بنبتدينا بالاجزاء الاول الستيل، مثلا الفريمات بتاعه المحالب، الشاسيه اللي بيقف فيه البقر المحالب، الشاسيه الفريم بتاع الحلبات الكاريلو. بتيجي الاجزاء لان احنا بنوفر برضو عمله صعبه وبنوفر شحن وجمارك وهكذا، ونجمع الاجزاء ديت هنا في مصر بحيث ان اقدر في الاخر اسهل على المربي وعلى المنتج ان هو يقدر يكمل، وفي نفس الوقت المنظومه كلها تمشي. مشروع عم سامي احمد حسن مزرعه الخيرات للالبان في بني سويف تعتبر نموذج للتحول الناجح من تربيه البقر البلدي اللي بيجيب 7 ولا 8 لتر يوميا من اللبن للبقر الهولشتاين العملاق اللي متوسط انتاجه بيوصل ل 40 لتر يوميا. راجل جدع بجد وبيخطط وحاسب خطواته اللي بدأها وعمره 16 سنة. وطبعا محتاجين كل مشروع ممكن يضيف لقطاع إنتاج
وتجميع وتداول الألبان في مصر. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، ولكن خلينا أقول لكم أن الشركات الزراعية الكبرى تنتظر الدعم والمساندة من الدولة من خلال دعمها بمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%. هناك تباطؤ شديد في صرف القروض للشركات الزراعية، ودائما القروض لا تأتي في موعدها المناسب، ده إذا تم الحصول عليها. أيضا بيتم توجيه الشركات لشركات التأجير التمويلي وبياخدوا القروض بفايدة 18%. أي زراعة في مصر تحتمل فوائد 18%. المهم أن هذه الشركات الخاصة بالتأجير التمويلي يمولها البنوك التي تتباطأ في صرف القروض للشركات الزراعية. لماذا نعتبر إقراض الشركات الزراعية مخاطرة بينما من خلال شركات التأجير التمويلي التي تمولها نفس البنوك لا ينظرون إلى نفس الشركات الزراعية بأن تمويلها مخاطرة؟ هناك أكيد خطأ في الأمر. خلي بالكم، البرازيل بعد أن كادت توشك على الإفلاس تم إعلانها كواحدة من أعظم الاقتصاديات في العالم بفضل الزراعة. هي رقم 5 في الاقتصاد على مستوى العالم بسبب اهتمامها بالقطاع الزراعي. صادراتها تتجاوز 10 مليار دولار. إذن الزراعة يمكن أن تكون طوق النجاة لمصر، وحتى يمكن تحقيق مستهدفات الدولة من تصدير ما يقرب من 100 مليار دولار. دعم ومساندة القطاع الزراعي وإقراض الشركات الزراعية هو أمر شديد الأهمية وقضية تستحق النقاش. الزراعة ليست مخاطرة على الإطلاق. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت فريق الجدعان يزور مشروع الاستزراع السمكي شبه المكثف في كلية زراعة مشتهر بجامعة بنها، والتي يتكون من 8 أحواض خرسانية سداسية الشكل وتنتج نحو 120 طن من أسماك البلطي سنوياً، كما يمثل مركزاً دائماً لتدريب الراغبين على العمل بقطاع الاستزراع السمكي في المياه العذبة. فريق الجدعان يرصد قصة نجاح الشاب محمد الكوكاني في منافسة كبرى الشركات العالمية المنتجة لزيوت السيارات والمحركات وآلات المصانع، حيث أنشأ مصنع في الإسكندرية وأنتج منه 7200 طنا من الزيوت سنوياً، منها 400 طن موجهة للتصدير شهرياً.